حفلة رأس السنة الدخول 5 جنيه، شامل ايه بقى؟ واخيرا قصر عيشة فهمي فتح ابوابه كمان مجانا، والحلو بقى انك هتشوف ميكس كده جميل، فن مع تاريخ جوه قصر عمره اكتر من 120 سنة. معرض صوت مصر لكوكب الشرق ام كلثوم. اول ما تدخل هتلاقي ام كلثوم الله يرحمها بتستقبلك بنفسها وده لان في تمثال كبير محطوط في نص الريسبشن، وعلى الجنبين مرسوم مذكراتها من وهي صغيره لحد ما كبرت، ونبذه مكتوبه تحت كل صوره بتوصف. القصر عباره عن دورين، وكل غرفه فيها لوح لام كلثوم لفنانين مختلفين، والصور اللي هتشوفوها دي مرسومه لسه جديد بشكل عصري حديث، والافكار اللي فيها حقيقي رائعه. وده تمثال تاني، بصوا هتلاقي تماثيل كتير لأم كلثوم موجودة في المعرض. ده غير بقى انك طول ما انت ماشي في القصر بتتفرج على اللوح، اغاني ام كلثوم شغالة مش بتقف، هتحس كده انك رجعت لزمن كله روقان وانسجام. هتلاقوا كمان بعض الصور والمقتنيات النادرة والمجلات الأصلية اللي كانت بتنزل أخبار عن أم كلثوم، وده رسم كاريكاتيري بصراحة اتفاجئت بيه، ما شفتش قبل كده حد رسم أم كلثوم كاريكاتير. شفت ممثلين كتير بس أم كلثوم غريبة عليا شوية. الأوضة دي بقى فيها شوية مقتنيات تحفة، هتلاقوا فيها لبس أم كلثوم، بصوا الفساتين جميلة ازاي وراقية، وباين من الفساتين كده ان أم كلثوم الله يرحمها كانت قصيرة، الواحد كان بيحسها طويلة وضخمة لما كانت بتغني في الحفلات. ودي شنطة والشوز بتاعتها ونضارتها المرصعة بالألماظ، ودي النوتة بتاعتها اللي كانت بتكتب فيها ملاحظاتها بخط ايديها. ودي صور لفيلا ام كلثوم اللي اتهدت في الزمالك واتبنى مكانها فندق ام كلثوم، كنت نزلت لكم حلقه عنها قبل كده وصورت الفندق. وانتوا طالعين الدور اللي فوق بقى ده اكتر مكان هتحبوا تتصوروا فيه، من اول السلم اللي ازازه ملون وعليه رسومات خطيره لحد الغرفه اليابانيه اللي اهداها الامبراطور الياباني لعائشه فهمي كرمز للصداقه بين الشعب المصري والياباني. الدور ده برضو فيه 6 غرف فيهم مجموعه صور وتماثيل لام كلثوم. في الممر هتلاقوا على الحيطان جرايد الاهرام الاصليه اللي كانت بتنزل اخبار عن ام كلثوم. انا بقى ما لفتش نظري خبر اللقاء الاول في السودان لام كلثوم، انا لفت نظري حاجه تانية خالص. رأس السنة، حفلة رأس السنة الدخول 5 جنيه، شامل ايه بقى؟ شامل عشاء فاخر، طنبولة، انا مش عارفة ايه هي الطنبولة دي، وهدايا مستوردة، يلا ان شاء الله ما حد حوش. اما بقى لو رحنا لكازينو عش سقارة هنلاقي حفلة رأس السنة ارخص شوية ب4 جنيه، تمام. عشاء فاخر كامل، شوربة طيور، سمك صولة ابو قير، ديك رومي وتورته وفواكه بقى وهدايا ومفاجآت، من انتوا صارفين 4 جنيه مش دافعين اي كلام يعني. القصر جميل جدا والمعرض تحفه، انصحكم بالزياره، وخصوصا ان القصر مش بيفتح غير لما يكون فيه معرض، والمعرض ده هيخلص يوم 15 نوفمبر، ومواعيده من 9 الصبح ل 9 بالليل ما عدا يوم الجمعه اجازه، والدخول مجانا بس لازم يكون معاك البطاقه. وتابعوني علشان الفيديو الجاي هكلمكم عن القصر ده لان حكايته حكايه، وهقول لكم ايه الافلام اللي اتصورت